مئات المقاتلات الحربية المغربية جاهزة لتأديب نظام الكبرانات واجتياح أراضي تندوف لتحرير الصحراء الشرقية المغربية المحتلة. ويثير خبر استعداد القوى المغربية لاستعداد تندوف استعارة نظام الكبران الجزائري. ويتوفر الجيش المغربي على مقاتلات حربية جد متطورة قادرة على تدمير وقصف الأهداف داخل التراب الجزائري بكل سهولة ودقة عالية. وتعتبر المدفعية الملكية جحيما لنظام العسكر العدو الأول للوحدة الترابية للمغرب، نظرا للأعداد أو لإعداد المدافع الكبيرة، وأيضا للتجربة الكبيرة عبر الحدود والتي خاضها الجيش المغربي ضد المرتزقة في الصحراء، إضافة إلى التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية طوال السنة بمناورات عسكرية مع أقوى جيوش العالم. ويضم هذا فرع من القوات المسلحة 21 مجموعة، وكانت منابر إعلامية مغربية أبرزهم مجلة مارك إبدو قد نشرت خريطة المغرب وجزءا من الصحراء الشرقية المحسوبة حاليا ضمن الأراضي الجزائرية، وضمتها إلى الخريطة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة. وقالت المجلة المغربية أن أصل المشكل مع الجار السوء الجزائر ليس هو نزاع الصحراء الغربية، بل هو مساعي الجزائر للتغطية على احتلالها للأراضي الصحراء الشرقية، والتي سيطالب بها المغرب مستقبلا. ووصل النظام العسكري الجزائر مرحلة قصوى من التصعيد في حربه الباردة اتجاه المغرب، حيث أصبح يخطط عبر أداء البوليزاريو لنقل هذه الحرب الباردة إلى الميدان. وهو ما تبين في أحداث ثمار مسيرين أن المغرب لديه جيش منظم وقادر على الدخول في الحرب مع الجزائر، لكنه يتفادى حفاظا للسلام وخدمة لقضايا الجوار. لذلك فالمغرب سيتجه بكل السبل إلى العمل السياسي والدبلوماسي ليحصل على كل ما يمكن أن يعطي صفة فصيل متطرف للطرف الآخر. والأكيد أن المغرب دبلوماسي ويريد أن يحاصر الجار الشرقي الجزائر باعتبارها دولة تحتضن كيانا متطرفا انفصاليا يشن هجمات على المدنيين بالصحراء. والأكيد أيضا أن المملكة المغربية يمكن بقرار سيادي أن تتحرك عسكريا كلما مس الأمر بسيادتها وبأراضيها، خصوصا بعدما صار الحلم الجزائري بالحصول على واجهة متوسطية طموحا صعب المنال بعد الخطاب الأخير للملك المغربي العاهل الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.